وائل الدحدوح الصحفي المناضل البطل بيرد على اقتراح خروجه من غزة، وده كان في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه. واتكلم الدحدوح عن سر الصبر والرضا في اللي أصابه وأصاب أسرته بالكامل على يد الاحتلال الغاشم والغير عادل. الصحفي البطل وائل الدحدوح قال: ده قدرنا وحياتنا، والسر هو الرضا بالقضاء والقدر، وإحنا مسلمون ومستسلمون لهذا القضاء وهذا القدر، وده لازم يكون على العين والراس. وقال عن عمله في منطقة زي قطاع غزة إنه كان مستعد هو وأي شخص من قرايبه إنه هيكون من شهداء وضحايا الحرب. وقال إن المرة دي كانت مؤلمة جدا إلى حد لم يتخيله أو يتوقعه. وكمان قال عن سر تحمله للي اتعرض ليه من الأسباب الصبر، وإننا نكون في حرب. أسرة مشتتة ولا أرى عائلاتي، أنا خرجت من بيتي ولم أرى أهلي، حتى ودعتهم يوم استشهادهم، ودي كانت تضحية كبيرة جدا كانوا بيقوموا بيها من أجل أن أستمر في عملي، وأنا لازم أكون وفيا للي ضحوا بيه عشانه، وإني لازم أرجع بسرعة للعمل والكاميرا، لأن لو سألتهم هيقولوا إني لازم أرجع، وأنا لو حزنت هستسلم. أتحاشى النظر في صورهم. ووصف وائل الدحدوح قرار خروجه من غزة بتعاطي السم، عشان كده بيشوف صعوبة في اتخاذ القرار ده، وأكد إنه لا يتعامل مع الأمر بعدمية أو ما شابه ذلك، وبيحاول يؤدي رسالته على أكمل وجه. وقبل ما الفيديو يخلص بفكرك إن المقاطعة قرار مش اختيار،